اتمنى منكم انك تدعوا له بالرحمه، وانك تقولوا له الفاتحه، وتدعوا ان ربنا يجمعنا بيه في الفردوس الاعلى من الجنه. اصعب الم مريت بيه وازاي خلاني اقوى في حياتي، كان في لحظه مريت بيها حسيت فيها ان الدنيا وقفت بيا. كان جوايا حاسس ان مفيش امل ومفيش اي حاجه هتتصلح. بس النهارده لما ببص على اللي فات من حياتي اقدر اقول ان اللحظه دي هي اللي كونت وصنعت شخصيتي وخلتني اقوى بمراحل. عاوز احكي لك القصه وازاي ان الالم دوت كان اكبر درس في حياتي. انا عبد الله مصطفى، وبشارك معاك مش بس افكار ونصايح لكن كمان تجارب شخصيه عشتها يمكن تلهمك انك تكمل مهما كان الالم. في وقت من الاوقات حصل معايا موقف كان صعب عليا جدا ومعرفتش اطلع منه بسهوله، وهو ان فجاه فقدت شخص كان بالنسبه لي حاجه مهمه وكبيره جدا عندي. كنت بستلهم منه حاجات وبعتمد عليه في حاجات وبحس ان هو محور الكون بالنسبه لي. ساعتها كنت حاسس ان انا وقعت، مفيش حاجه ماشيه زي ما انا عايز او مخطط، وكل الناس اللي كانت حواليا كانوا مفكرين ان انا خلاص وقعت ومش هعرف اقوم تاني. الايام دي كانت اصعب ما مريت بيه في حياتي. طيب اللهم لك الحمد، بفضل ربنا انا عديت من الموقف دوت، لكن في كام حاجه كده اتعلمتها وفرقت معايا بعد كده. اللي خلاني اعدي من ده مش اني كنت بعضلات وقوي طول الوقت، بالعكس ده انا يمكن كنت اضعف حاجه، لكن كل يوم كنت بقول لنفسي خطوه صغيره بس. في الوقت اللي كنت بمر بيه بالازمه ديت كنت بعمل حاجات زي اي حد عادي، بصحى من نومي اروح شغلي اخلص واجي اقعد على القهوه وبعد كده اخش انام. ما كانش في احساس باي حاجه بتحصل. بس مع الوقت فهمت ان الصبر مش معناه ان الالم يختفي، الصبر ان الالم يكون موجود ورغم كده انت بتتحرك. عدت فتره كبيره ولقيت نفسي بتغير من غير ما اخد بالي. بقيت باخد بالي وبقدر من حاجات صغيره جدا ما كنتش باخد بالي منها قبل كده، وفي حاجه نورت عندي ولمست وحسيت ان انا اقدر اقوم من اي حاجه حتى لو كانت صعبه. اللي اكتشفته ان الالم مش نهاية الحياة، الألم بيعلمك وبيديك قوة جواك عمرك ما كنت هتعرفها غير لما حسيت بالألم أو الأزمة دي. طيب هو إزاي ده خلاني أصلا حاسس إن أنا أفضل؟ النهاردة لما باجي أبص على نفسي باخد بالي إن الفترة ديت هي اللي صنعت جوايا الفرق. لو ما كنتش عديت بالمرحلة أو التجربة دي ما كنتش هكون الشخص اللي قدامك دلوقتي. وبقول لنفسي كل يوم أنا أقوى، أوعى، وعندي ثقة إن أنا أعدي من أي حاجة أمر بيها. يمكن انت كمان في حياتك بتمر بحاجه ممكن اصعب من اللي انا مريت بيها، لكن عايز اقول لك حاجه مهمه، الالم والله هيعدي وهتكتشف في حياتك ان انت بقيت اقوى من الاول. اكتب لي في الكومنتات لو عندك تجربه مريت بيها كانت صعبه عليك وطلعت منها ازاي. ولو الفيديو ده حسسك انك مش لوحدك اعمل لايك واشتراك في القناه وانضم للعيله الجديده. حاجه صغيره بس عايز اضيفها في الفيديو ده، ان الشخص اللي فقدته ده كان ابويا الله يرحمه. اتمنى منكم انك تدعوا له بالرحمه وانك تقولوا له الفاتحه وتدعوا ان ربنا يجمعنا بيه في الفردوس الاعلى من الجنه. سلام.